هو انا لو وقعت على ورقه من غير ما اخد بالي من ضمن ورقه كنت بوقع عليه، وحد خد الورقه اللي عليها توقيع او عليها بصمتي وراح كتب فيها اي التزام ايا كان نوعه، اقرار او تنازل عن حاجه معينه او ايصال امانه او ايا كان اللي هيكتبه جواها، وبعد كده ابتدى يهددني بيه، اتصرف ازاي؟ اول حاجه هتعملها هتطلع على اسم الشرطه وتحرر محضر بالواقعه تفصيلا، وتكتب اوصاف الورقه دي اللي انت وصلت لك، ايا كان بقى اللي وصل لك، ان هي اتكتب فيها اقرار، اتكتب فيها تنازل، اتكتب فيها ايصال امانه، وتكتب في المحضر كل تفاصيل الورقه. بعد كده بتاخد الرقم بتاع المحضر، والمحضر كده لو ما رجعتش تدور عليه تاني فهو هيتحفظ اداريا. خليه يتحفظ، وبعد كده نخش في الخطوه اللي بعدها، اللي هي ان الراجل ده لو فكر ان هو يرفع عليك الورقه دي، حضرتك هتحضر قدام المحكمه عادي جدا، وهتقر ان انت اللي كتبت التوقيع، ولكن التوقيع ده اتاخد منك في حين غفله، وان انت ما كنتش واخد بالك، وان الورقه اصلا الصلب بتاعها او الكلام المحتوى اللي جواها اتملى بدون علمك، ولكن التوقيع بتاعك. في الحاله دي الورق بيتحول للطب الشرعي، وبيثبت الطب الشرعي ان انت فعلا مش اللي كاتب الكلام ده، وان الصلب غير التوقيع، وبعد كده بتاخد في القضيه براءه. الخطوه اللي بعد كده بتبدا تعمل ايه؟ تاخد صوره رسميه من الحكم بتاع البراءه، وترجع تعمل استخراج للمحضر من الحفظ، وتقدم طلب للمحامي العام. المحامي العام بيطلع بيصدر امر او يصدر قرار باستخراج المحضر من الحفظ، وبالتالي تحدد له جلسه، وحضرتك بتتهم فيها الشخص ده بخيانه الائتمان، وبكده بتكون حميت نفسك، وهيصدر ضده حكم وهتاخد حقك. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.